تم أمس الاثنين بمنطقة أكادير جنوب المملكة المغربية إطلاق دورة تكوينية في أكاديمية تحضيرية تهم مختلف المجالات العملياتية في إطار ما يعرف بالتمرين الأسد الإفريقي 2023. بلاغ صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية كي أكد أن هذه التكوينات التي ستستمر إلى غاية 2 يونيو من الشهر المقبل غيستفد منها نحو 100 من الضباط وضباط الصف المغاربة ومن بلدان شريكة. وهذه التكوينات ستتم بتسليم الشواهد بالإضافة إلى هذه المجالات والجوانب المتعلقة بالتمرين. كيضيف نفس المصدر كتهم هذه التكوينات كذلك منهجية التخطيط العملياتي المشترك ما بين الشركاء، سواء من ناحية القوات المسلحة الملكية أو بقية الشركاء المشاركين بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية. وغتهم كذلك الأمن السيبراني عفوا، كوبي وغتهم الأمن السيبراني وكذا تقنية تقييم تمرين مشترك بين القوات الشريكة. بلغ القوات المسلحة الملكية كيأكد بلي أن هذا التمرين المشترك اللي غتشارك فيه عدة دول متعددة الجنسيات في إطار ما يعرف بالأسد الإفريقي غيتقام من 2 يونيو إلى 16 يونيو 2023 في 6 جهات بالمغرب، وهي أكادير، ابن قرير، قنيطرة، المحبس، وتيزنيت، وتيفنيت، وطنطن. هاد التمارين ديال الأسد الإفريقي كتغيض أعداء الوحدة الترابية حيث كتقام لأول مرة للمرة الجديدة بمنطقة المحبس في قلب الصحراء المغربية. كذلك غتقام بمنطقة طنطان الغير بعيدة عن الحدود، في المناطق الغير بعيدة عن الحدود الجزائرية المغربية. وهذه فعلا كتغيض أعداء الوحدة الترابية أنك تقام في المحبس اللي كتأكد بلاغات جبهة البوليساريو الانفصالية المرات المتكررة بأنها قامت بأقصاف، وأنها قامت بتدمير منشآت عسكرية، وأنها قامت ما إلى ذلك من الأحلام التي توصف بأحلام اليقظة. أنهم قاموا بقصف هنا وقصف هنا وقصف هنا، ووصلوا تقريبا ما يناهز 400 بلاغ كلها أقصف أقصف أقصف. وكيجي بلاغ من القوات المسلحة الملكية كيتجاهل كاع دوك الأقصاف اللي كاينة في أحلام اليقظة بتمرين بحضور دول متعددة وقد تكون من بينها كما قلنا الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الشيء كيتزامن مع مناورات أخرى قامت بها كذلك البحرية الملكية مع نظيرتها الإيطالية بسواحل مدينة طنجة، استعملت فيها الذخيرة الحية واستعملت فيها دبابات آليات شبيهة بالدبابات البحرية، وعدة كذلك وسائل بحرية لوجستيكية تمتلكها القوات البحرية الملكية. وهذا الشيء كيفرح وكيأكد باللي المغرب أصبح قويا سواء من جنوبه إلى شماله، وكيأكد باللي كيغيظ أعداء الوحدة الترابية. كتأكد هذه المناورات كذلك رغم أن هناك بلد أوروبي شريك على أن سبتها المحتلة المغرب لم ينساها أبدا ولن ينساها. كذلك ما يتعلق بمليليا كأراضي مغربية لا تزال محتلة من طرف الدولة الإسبانية.